السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله غادي نحضر معكم الريب اللي كيتباع بالمحلابه. وهذا الريب غادي نحضروه في كؤوس، ماشي غادي نحضروه في القنينه. كما كتشاهدوا معنا هذه النتيجه النهائيه. نمر مباشره للتحضير بعد بالصلاه والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنايا خديت لتر من الحليب. يمكن لكم تستعملوا حليب كامل الدسم او غير كامل الدسم. ضيف السكر حسب الذوق. أنا استعملت 50 غرام أي ما يعادل 3 ملاعق. غادي نضيف 7 غرام من نكهة الفانيليا. غادي نحرك المكونات حتى يذوب السكر. غادي نوضع الحليب فوق النار على درجة حرارة متوسطة حتى يغلي. بعد الغليان سنزيله من فوق على النار. سأقوم بتصفية الحليب، وهذا أمر أساسي حتى تنجح الوصفة بنجاح. أتركه يبرد لمدة 10 دقائق تقريبا. باش تعرفوا أو تأكدوا أن الحليب أصبح جاهز، ضع أصبعك على الحليب، ستجد أن الحرارة خفيفة جدا لا تلسعك. أتكلم باللغة العربية الفصحى حتى يفهمني الجميع. سوف أخذ ياغورت بنكهة الفانيليا. الياغورت يكون متماسك كما تشاهدون في الفيديو. نضعه في وعاء ونصب عليه القليل من الحليب ونمزجه جيدا حتى يمتزج الحليب مع الياغورت. ونصبه على الحليب كما تشاهدون. الآن سوف أقوم بخلط الحليب حتى أتأكد من امتزاج الحليب والياغورت بشكل جيد. الآن سوف أقوم بتصفية الخليط مرة أخرى حتى أتأكد من عدم وجود حبوبات صغيرة أو أي شيء. وسوف أصب الحليب في كؤوس مناسبة. الآن سوف أكمل عملية صب الحليب في كؤوس بشكل متساوي. قطعة من القماش. سوف أقوم بتغطية الكؤوس بورق الألومنيوم أو ورق الزبدة. كل هذه الخطوات التي أقوم بها حتى أقوم بعزل الحرارة. سوف أكمل على هذه الطريقة مع جميع الكؤوس.
فأخذ هذه العلبة وأضع عليها قماش وأضيف الكؤوس التي حضرت معكم في هذا الكيس البلاستيكي على هذا الشكل كما تشاهدون. كل هذه الخطوات حتى أقوم بعزل الحرارة لتنجح معنا الوصفة بنجاح. سوف أقوم بغلق الكيس البلاستيكي سوف أقوم بتغطية العبوة التي وضعت فيها الكؤوس كما تشاهدون. أتركها لمدة 12 ساعة وأعود إليكم بعد مرور هذا الوقت إن شاء الله. بمرور 12 ساعة يكون قد نجح معنا الحليب الرائب أو ما يسمى بالريب المغربي. سوف أقوم بإدخالهم إلى الثلاجة ونعود بعد قليل. بعد إخراجهم من الثلاجة يكون على هذا الشكل كما تشاهدون. فقط اتبع جميع الخطوات التي شاهدت معي في هذا الفيديو وسوف تنجح معك الوصفة بنجاح. سوف أقوم بتزيين الريب أو الحليب الرائب بالسيرو بمذاق النعناع والرمان. هذا هو الشكل النهائي بعد ما أضفت إليه السيرو ديال النعناع وديال الرمان. إذا كنت من محبي الوصفات السهلة والبسيطة أدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصل بكل جديد. وإذا أعجبك هذا الفيديو لتحضير الريب بهذه الطريقة ضع لي إعجاب للفيديو وتعليق جميل مثلك.